دلوقتي للأسف الشديد بعد 5 شهور سبت مصر ورجعت كندا. انا بجد مش مصدقه نفسي، انا عشت 10 سنين في كندا وكنت اللي هو عايشه ومبسوطه وفاكره انه ايه ده، الحياه جميله قوي وكل الحاجات دي. نزلت مصر 5 شهور، المفروض انا كنت نازله اجازه شهر واحد وبعد كده فضلت اكستند قعدت 5 شهور في مصر. اوكي، ودلوقتي انا مش قادره على العيشه في كندا. يعني انا فعلا رجعت كندا دلوقتي اللي هو ايه ده، ايه ده، هو ازاي مفيش شمس طول الوقت؟ احنا دلوقتي في اغسطس، اول يوم في اغسطس انا لابسه هودي. يعني انا من كتر ما أنا بردانه في اغسطس، في الصيف انا لابسه هودي. وبعدين الناس هنا يعني برضو الواحد بعد ما بيعيش مع المصريين فتره او يعني حبه، بيلاحظ ان احنا كده عندنا انرجي كده، اللي هو في sense of humor كده، احنا مبسوطين على طول. يعني الدنيا، تحس ان الدنيا مقفلة في وشك، والناس بتضحك وبتدردش وبتخرج وبتنبسط، واللي هو حتى لو قاعدين على قهوة مبسوطين، يعني مبسوطين. هنا الناس تحس ان هم دايما في constant state of depression، مش عارفة ليه. يعني المفروض ان الحياة هنا في health care، في free education، في كل الحاجات اللي هم بيقعدوا يبيعوها دي عشان الناس تيجي كندا. بس الناس مش مبسوطة، يعني الناس بجد depressed على طول، ومحدش في ايه يا جماعة. يعني حاسة ان انا ايه، هرجع اعيش في مصر، ايه يعني هسيب كندا وارجع اعيش في مصر. تقريبا هو ده اللي هيحصل، يعني انا مش متأكدة اوي، بس تقريبا يعني. فانا بس عايزة اقول لكل المصريين اللي دايما بيفكروا في امريكا، ويعني سيبكم من كندا، ما اعتقدش حد بيفكر في كندا اصلا، بس يعني اللي بيفكر في امريكا وكده، يا جماعة الحياة بره مش احلى حاجة. بجد احنا بلدنا حلوة وناسها حلوة، و يعني في حاجات اهم برضو من مش عارف اهم من ايه، مش عارف، بس اهم يعني في حاجات اهم ومش موجودة هنا. وبعدين انا كنت الشخص اللي هو دايما بيقول ايه ده، كندا فيها rules، فيها it's organized، فيها كل حاجة اللي هو ايه سهلة ومش عارفة ايه. بس يعني هو دي مش حاجة تخليك برضو تعيش في بلد انت مش مبسوط فيها قوي. يعني هو مع ان مصر فيها حاجات كتير مش منظمة، بس في نفس الوقت تحس ان الدنيا بتمشي، يعني الدنيا يعني بتتحل، يعني الدنيا بتتحل، فهو دي اهم حاجة يعني. وبعدين في فكرة في ان انت تبقى عايش في بلد طول السنة فيها حاجات تتراح. يعني انت في مصر عندك في الصيف ممكن تروح الساحل، في حتت كتير ممكن تروحها. في الشتاء ممكن تروح البحر الأحمر، في أسوان، في الأقصر، في سيوة، في الصحراء. يعني طول الوقت في اماكن ممكن تزورها في مصر طول السنه، فمش مش عمرك ما هتزهق. اللي هو من القاهره بس في محافظات كتير اكيد انا مش عارفاها قوي برضو. بس في كندا مثلا احنا عندنا الصيف 3 شهور في السنه صيف، وهي اصلا بتمطر طول الوقت، فيعني حتى ده مش عارفين نفرح. يعني حتى الصيف مش عارفين نفرح بيه، ان هو تورنيدو. وبعدين اكل مصر انا اصلا ما اتكلمتش في الموضوع ده، بس انتوا فاهمين اكيد. بس فيعني اللي مش مبسوط ببلده قوي يعني انبسطوا شويه.